السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي ابطال المرحلة الإعدادية، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاك استاذ عبد الله عواد، وبإذن الله درسنا النهارده لاخواتنا وحبايبنا تانية إعدادي. النهارده يا بطل هنبدأ بقى نخش في الوحدة التانية، ونبدأ بقى نخش في المراجعات. وكل سنة وانت طيب بمناسبة رمضان، عايزك تفوق كده وتصحصح وتفكك من المسلسلات وتركز في مستقبلك. كل سنه وانت طيب يا معالي الباشا، وربنا يعود عليك دايما الايام بخير. النهارده باذن الله هيكون درسنا درس قراءه تحت عنوان، طبعا احنا عرفنا الدنيا عندنا بقت بتتكلم عن ايه، تحت عنوان اللغه والهويه. تحت عنوان اللغه والهويه. اخواتنا اللي في ثانيه اعدادي، لغه واللغه العربيه وجمال اللغه العربيه، وازاي ان انت لازم تتمسك بلغتك، وايه هي اصلا اهميه اللغه العربيه بالنسبه للفرد والمجتمع. ده باذن الله اللي احنا هنعرفه النهارده. بس قبل ما نبدا الفيديو، ما تنساش يا حبيب قلبي تعمل لايك للفيديو، وتنزل تشترك في القناه لو انت لسه مش مشترك، وتعمل شير للفيديو لكل اصحابك. خلي غيرك يستفاد. وبخصوص المنهج كله بتاع العربي باذن الله، بالمراجعات بكل حاجه، كل ده هيبقى عندك على قناه اليوتيوب على مدار الترم، فما تفوتش الفرصه دي. وخصوصا برضو حته الفيديوهات اللي مش بتوصل اول باول، فاحنا عاملين جروب كده، جروب واتساب هتلاقيه موجود عندك في الوصف. انزل اشترك فيه، هتلاقي الفيديوهات بتنزل لك، وهتلاقي الشرح بينزل لك، هتلاقي ملخصات بتنزل لك، وكل حاجه على الجروب ده بينزل، وباذن الله هتستفاد منه قدر الاستفاده وقدر المستطاع. وشكرا طبعا على الناس اللي بتعمل لنا كومنتات جميله دي. يا رب دايما نكون عند حسن ظنكم، ودايما كده ايه نقدم المعلومات والحاجات اللي تفيدك. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. تعالى كده يا سيدي اما نشوف الدرس بتاعنا بيقول ايه. سيدي قال لك والله ان الصلات التي تربط بين اللغه والهويه تجعلنا نحاول الكشف عن التحديات التي تعترض سبل التعزيز اللغه والهويه، وكيفيه مواجهتها وتاثير ذلك على الفرد والمجتمع. هنا يا سيدي اول حاجه انا لاحظتها في اول كام سطر عندي، قال لك والله ان في هنا تحديات في شويه حاجات اللغه بتواجهها. ايه يا ترى الحاجات اللي اللغه العربيه بتواجهها؟ ده اللي احنا هنعرفه باذن الله. وقال لك كمان الحاجات اللي احنا بنواجهها كلغه عربيه، وكمان كفرد بيتكلم باللغه العربيه ومجتمع بيتكلم باللغه العربيه، دي يا سيدي الكل بيكون ما بيننا وما بين بعض صلات. ايه هي يا مستر معنى كلمه الصلات؟ هقول لك يا سيدي معنى كلمه الصلات يعني العلاقات. وفعلا احنا ما بين الفرد والمجتمع وما بين المجتمعات العربيه كلها بيربطنا صلات معينه. ايه هي الصلات المعينه اللي احنا بنكتسبها مع بعض؟ وايه هي الصلات المعينه اللي احنا مشتركين فيها؟ هي التحدث باللغه العربيه. طيب يا سيدي، وقال لك وذلك تعرض سبل التعزيز ايه؟ تعرض سبل تعزيز اللغه والهويه. كلمه والله تعرض يعني بتقف قدام اللغه والهويه، بتقف قدامهم شويه حاجات كده بتعترض طريقنا، وبتخلي اللغه بتاعتنا ما تنتشرش، بتخلي اللغه بتاعتنا في اسوأ حال. فهنا والله معنى كلمه تعترض او تعترض سبل، قال لك والله سبل يعني طرق. سبل يعني ايه؟ طرق. وقال لك والله تعزيز يعني تقويه. تعزيز يعني ايه ولا؟ تعزيز يعني تقويه. التحديات والمشاكل اللي احنا بنقابلها كمتحدثين اللغه العربيه باللغه العربيه ذات نفسها، هقول لك يا سيدي دي عندنا طرق وسبل بتفرق ما بيننا. التعزيز والتقويه ان احنا ما بيننا وما بين بعض بنتكلم لغه معينه ولغه واحده بتتفكك وبتبقى ضعيفه. وهنتكلم دلوقتي عن كل التحديات اللي بتواجه اللغه العربيه كفرد ومجتمع. هقول لك يا سيدي وخصوصا في تلك الاونه التي شهدت تقدما تكنولوجيا واسعا وما زال مستمرا، واصبح العالم فيه قريه صغيره. خصوصا التحديات والمواجهات اللي احنا بدأنا نواجهها كناس بتتكلم لغة عربية وكمجتمع عربي،
زادت جدا 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 في الآونة الأخيرة. طب زادت يا مستر في الآونة الأخيرة وزادت ليه في الفترات الأخيرة؟ هقول لك يا سيدي، زادت في الفترة الأخيرة بسبب تقدم التكنولوجيا. بسبب تقدم الايه؟ التقدم التكنولوجي. الموبايلات والهواتف، وبرضه عايزين نتكلم ان العالم كله اصبح قرية صغيرة، وان احنا كلنا بقينا منفتحين على الثقافات اللي موجودة في الشرق وموجودة في الغرب، وكله مطلع على كله، خصوصا في الآونة الأخيرة. معنى كلمة الآونة يعني الفترة. معنى كلمة الآونة الإيه؟ الفترة، خصوصا في الفترة الإيه؟ الأخيرة اللي شهدت العديد والعديد من التقدم التكنولوجي. وفعلا إحنا من حيث التقدم التكنولوجي في آخر كام سنة ده إحنا نهارنا أبيض، ده إحنا قمة التقدم التكنولوجي اللي حصل. تبص الزمن والعصر بتاعنا عمال بيجري، وكل شوية عمال بيكون في اختراعات، وكل شوية بيكون في أجهزة إلكترونية حديثة عمالين نكتشفها. فهنا والله التقدم التكنولوجي ده بيؤدي لايه؟ هقول لك والله يا سيدي الكل بيؤدي الى مواجهات وبيؤدي الى صعوبات بتواجه اللغه العربيه. فقال لك يا سيدي رغم ان اصبح العالم كله كدوله صغيره بص اوضه وصاله بمعنى اصح، رغم برضه ان في شويه حاجات بنواجهها. وقال لك يا سيدي تواجه اللغه العربيه تحديات كثيره في ظل العولمة والانفتاح على الثقافات الأخرى ومحاولة طمس الهوية. وطبعا يا حبيب قلبي احنا من حيث كلمة الهوية احنا عرفنا يعني ايه الهوية. الهوية هي عبارة عن الصفات والمميزات التي يتميز بها كل مجتمع وكل فرد، اسمها هوية. وزي ما اتكلمنا ان وصل مثلا يعني ان الشعب المصري ده له هوية. يعني ايه له هوية؟ صفات مشتركة، لا صفات مشتركة بتجمعنا ما بين بعض. زي مثلا لما يجي دايما يقول لك ايه ده هو انت مصري؟ لما تروح مثلا اي دولة تانية تقول له ايه ده هو انت مصري؟ يبقى ما دام انت مصري يبقى دمك خفيف. فخفة الدم دي بص منتشرة ما بين المصريين كلها، معروفين ان احنا دمنا خفيف وبنحب النكت وبنحب الهزار. في دي بتسمى الهوية المصرية. الهوية المصرية اللي هي صفات مشتركة بتجمعنا كلنا. قال لك يا سيدي من حيث الهوية بتاعتنا ومن حيث بقى هوية اللغة العربية ذات نفسها بتحاول طمس. يعني ايه طمس؟ يعني محو. بتحاول طمس يعني ايه؟ يعني محو. قال لك والله يا سيدي بتحاول محو ايه؟ بتحاول محو الثقافة بتاعتنا، وبتحاول كمان في ظل العولمة تضعف عقيدتنا وتضعف الاخلاق بتاعتنا والحاجات اللي احنا اتربينا عليها، خصوصا في زمن العولمه. ايه يا مستر زمن العولمه؟ قال لك العولمه هي تعرفها الانفتاح على الثقافات الاخرى. الانفتاح على الثقافات الايه؟ الاخرى. بمعنى انا دلوقتي احنا في ظل العولمه وفي ظل التقدم التكنولوجي ده، لا اللي بيحصل بمسك الموبايل واقعد افر كده، اقعد اتفرج على فيديوهات. فالاقي فيديوهات طالعه لي من عده دول مختلفه، من الهند طالعه لي، من امريكا طالعه لي، من اوروبا طالعه لي. طيب هو انا وانا بتفرج على الفيديوهات دي ايه اللي بيتم؟ اقعد مثلا وانا بفر كده اتعرف على فنان معين، او مثلا نوع من المسلسلات المعينه، لو مثلا نقول الثقافه الكوريه او اي حاجه من الحاجات دي، وانا بتفرج عليها ايه اللي بيتم؟ انا بتاثر بيهم. انا بتاثر بيهم كثقافه كوريه انجليزيه اي حاجه، وابدا اشوف الممثل الفلاني او الممثله الفلانيه، انا عايز اكون زي الممثل ده، وانتي انا عايزه اكون زي الممثله دي، رغم ان مثلا هي ولا من عقيدتنا ولا من الهويه بتاعتنا ان احنا نقلد المنظر ده من الفنانين او المنظر ده من الشكل او اللبس او الكلام ده كله. الله بص الفنان ده لابس حلق في ودانه، ده لا وفنان وعامل مش عارف ايه في حواجبه. انا لما هكبر انا عايز اعمل كده في ايه؟ عايز اعمل كده في ودني، وعايز اعمل كده في حواجبي، علشان انا شايف الناس كلها عماله بتسقف له وعماله بتهيص له لما بنشوفه، ولا عايز ابقى زيه يا مصر. فده كده يا حبيبي ده بسبب ايه؟ ده بسبب العولمه، الانفتاح على الثقافات الاخرى. بدات تشوف الازياء وبدات تشوف الاخلاق بتاعت الدول اللي بره، وبدات تشوف فانت بدات تتاثر بيهم وبدات تقلدهم، مع ان دي ولا من هويتنا ولا من ثقافتنا. ونكمل يا حبيب قلبي كلامنا. هقول لك يا سيدي وبالتخلي، بسم الله الرحمن الرحيم، قال لك
وبالتخلي عن استعماله وترويج الاستخدام للعامية وبالدعوات التي تهدف بالتقليل من شأن الفصحى. قال لك برضه من ضمن الحاجات اللي بيعملوها في ظل العولمة وفي ظل الانفتاح وفي ظل ان احنا كلنا بقينا العالم كله مضروب في خلاط واحد واحنا شايفين بعض وشايفين اخبار بعض وعارفين اخبار الدول. بمعنى هاجي برضه اقول لك في حته العولمه دي، انا دلوقتي ممكن اكون قاعد في مكاني افتح الموبايل واشوف ايه اللي بيجرى في امريكا، صح؟ اشوف ايه اللي بيجرى في امريكا. ممكن يا سيدي برضه اشوف ايه اللي بيجرى في كندا، ايه اللي بيحصل في اوروبا، اشوف الدوري الانجليزي، مع ان انا يعني انا مش موجود في الدوله بس بتفرج وبشوف. ممكن اشوف ايه اللي بيحصل لاخواتنا في فلسطين، ادعي لهم ربنا يثبتهم يا رب. ممكن اشوف ايه اللي بيحصل في اخواتنا في فلسطين. ممكن والله برضه يا سيدي الكل ومعالي الباشا اشوف ايه اللي بيحصل لاخواتنا في السودان وندعي لهم ونقف جنبهم. ده بسبب ايه؟ ده بسبب العولمه. صلى على النبي، زيد النبي صلى. تعالى يا سيدي اما نكمل كلامنا. قال لك وكمان من ضمن الحاجات اللي بتعملها العولمه هي الترويج لاستخدام العاميه. ايه الترويج لاستخدام العاميه دي يا مستر؟ قال لك الترويج يعني الاعلان. الترويج يعني الاعلان، ان بقى يعلنوا ان احنا نستخدم العاميه. العاميه اللغه اللي انا بتكلمها دي اسمها الايه؟ العاميه. وفعلا نجحوا في الحاجه زي دي، ان احنا كلنا اغلبنا بدا يتكلم بالعاميه، لدرجه انني لو تحدثت لبرهه من الزمن باللغه العربيه الفصحى قد يسخر مني شخص بسبب اللغه وبسبب اللهجه. يا مستر والله فعلا ده انت الكلمتين اللي انت قلتهم دول غراب قوي. ايه يا مستر اللي انت بتقوله ده؟ ايه يا مستر اللغه العربيه الفصحى دي؟ هو انت يا مستر مدبلج؟ هو انت يا مستر بتقول ايه؟ ده بقى يا سيدي اللي حصل. اللي حصل ان هم بداوا يروجوا لاستخدام اللغه العاميه، لغه الشارع، لغه الشارع اللي احنا بنتكلمها دي اللي انا بشرح لك بيها عشان تفهمني. دي اسمها اللغه الايه؟ اللغه العاميه. وبداوا كمان يعملوا دعوات. الدعوات دي بتهدف الى تقليل من شأن الفصحى. بتهدف من تقليل ايه؟ تقليل من شأن الفصحى. اللغه العربيه الفصحى دي يلا، اللغه العربيه الفصحى دي يا حبيب قلبي اللي هي لغه القرآن، لغه القرآن الكريم. بداوا يعملوا دعوه علشان يقللوا من شأن اللغه العربيه الفصحى. طيب يا سيدي انا دلوقتي لو ما عرفتش اتكلم لغه عربيه فصحى كويس، ايه اللي هيتم؟ لو ما عرفتش تقرا لغه عربيه فصحى كويس مش هتعرف تقرا قرآن. هتمسك المصحف كده وهتيجي تقرا مش هتعرف تقرا القرآن ومش هتعرف دينك بيقول ايه. طيب لما تبقى قليل الدين هتبقى قليل في كل حاجه، قليل الادب وقليل الاخلاق وبص وما عندكش علم وجاهل وكذا وكذا وكذا. هما عايزينك كده، عايزينك تكون قليل في كل حاجه، لا تفقه شيء. اقول لك كده عمال يقول لك فين يمينك من شمالك ما اعرفش يا مستر. هم عايزينك كده، عايزينك دماغك تكون فاضيه، ولا تعرف لغتك ولا تعرف دينك ولا حتى تعرف سنه رسولك، لان كل الكلام ده مكتوب باللغه العربيه الفصحى. فهم عايزين يقللوا من شأنها، عايزين اللي يتكلم باللغه العربيه الفصحى او يدرس اللغه العربيه الفصحى يبقى ماده للاستهزاء والسخريه. ايه ده انت بتتكلم باللغه العربيه الفصحى؟ ايه يا عم في ايه؟ ما تتكلمني كده اللغه الشعبي الحب اللي احنا بنتكلمها دي. فده يا حبيب قلبي خطوره الكلام اللي انا بقوله لك، ان هم مش عايزين يعني يخلونا نهتم باللغه العربيه الفصحى علشان ما تعرفش تقرا دينك، ما تطلعش على دينك، ما تطلعش على سنه نبيك، وتكون ساعتها جاهل لا عارف الحلال ولا عارف الحرام، واي حد يضحك عليك بسهوله يا حبيب قلبي. طيب تعال اما نكمل كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد. يلا يا سيدي. قال لك او انتشار الادعاءات الكاذبه، وفي بعض الادعاءات الكاذبه بصعوبه اللغه العربيه وانها لم تعد لغه العلم والثقافه وليس لها القدر على استيعاب منجزات العلوم الحديثه، بالاضافه الى طمس الهويه العربيه. طيب يا ولد انا لسه قايل لك معنى كلمه طمس ايه؟ هتقول لي طمس يا مستر يعني محو. طمس يعني ايه؟ محو. بيعملوا ايه بقى يا سيدي؟ قال لك والله في بعض الادعاءات، يعني في بعض الاقاويل كده ايه بيقولوا؟ قال لك في بعض الاقاويل بيقولوا ان اللغه العربيه دي صعبه.
يا حبيب قلبي احنا لغه صعبه، طبعا احنا لغه صعبه ومش اي حد يتعلمها. صعبه يا حبيب قلبي، انا باكد لك. ايوه يا عم لغه صعبه، احنا لغتنا من اصعب اللغه في العالم. حاول بقى تتعلمها لو عرفت. قال لك يا سيدي ادعاء كاذبه من صعوبه اللغه العربيه وانها لم تعد لغه علم وثقافه. قال لك اللغه بتاعت اللغه العربيه دي بقت لغه قديمه، بقت لغه قديمه ولغه مش حلوه، لغه مش حلوه، مش هتنفع مع عصر الاي اي وعصر البرمجه وعصر الانترنت. اللغه بقت لغه قديمه قوي، انتوا ازاي بتستخدموها؟ فده اللي كان بيتم في بعض الادعاءات الكاذبه ان اللغه العربيه اصبحت لغه قديمه. ما بقتش الموضه، ما بقتش الموضه نروح نتعلم انجليزي ونسيب اللغه العربيه، لان اللغه العربيه ليست لغه علم وليست لغه ثقافه، خلاص ادمت، لها القدره على استيعاب منجزات العلوم الحديثه وليس لها القدره على استيعاب منجزات العلوم الحديثه. ما بقتش تنفع للاي اي، ما بقتش تنفع للبرمجه والكلام ده، خلاص لغه قديمه. وطبعا الكلام ده كله كذب، وهقول لك ليه دلوقتي. بالاضافه الى طمس الهويه العربيه، قال لك يا سيدي ان هم بيحاولوا يمحوا اي معالم واي شكل لملامح الهويه العربيه وملامح اللغه العربيه. طيب يا سيدي تعال اما نرد على الادعاءات والاكاذيب، ربنا يحاسبهم اللي بيقولوا ان اللغه العربيه ليست لغه للعلم وللثقافه والمنجزات الحديثه. طب صلنا على النبي. اللغه العربيه من اكتر اللغات العربيه او من اكتر اللغات الصعبه، وانا اكدت لك على الكلام ده، لان اللغه العربيه واسعه، واسعه جدا. من حيث ايه؟ من حيث المفردات ومن حيث المعاني ومن حيث الجمع ومن حيث المضاد ومن حيث الحاجات اللي انت بتدرسها. تمام؟ بمعنى ان ممكن تكون كلمه واحده في اللغه العربيه ليها اكتر من معنى وليها اكتر من شكل. عندنا مثلا الاسد والليث والضرغام والغضنفر وكذا وكذا. شايف اللي انا قلتهم دول كلهم؟ كل دول بيجوا بمعنى الاسد. انت عارف الاسد في اللغه العربيه له كم معنى؟ حوالي 130، حوالي 130 ويمكن يكون اكتر. وهكذا مثلا يا سيدي عندنا معنى كلمه المطر. انت عارف المطر ليها كم معنى؟ المطر تقريبا ليها 150 معنى. وهكذا حاجات كتيره والله انا مش فاكر لك دلوقتي بالظبط اقدر اقول لك المعاني بتاعهم، بس المطر كان ليه 130 اسم، الاسد ليه 150 ومش عارف ايه ليه كام. فكل كلمه عندنا في اللغه العربيه بيكون ليها اكتر من معنى. طيب هو انت ازاي بقى بتقول لي ان اللغه العربيه ما تستحملش العلوم الحديثه، مع ان احنا اصلا اللغه بتاعتنا فيها مفردات كتيره وفيها معاني كتيره وتقدر تستحمل اي علم واي علوم ايا كان الزمن وايا كان العصر بتاعها؟ ليه؟ لان احنا اللغه العربيه اصلا قلت لك ان ليها مفردات ومعاني كتير، فعلشان كده تقدر تستحمل يا حبيب قلبي اي علم واي حاجه جديده، لان احنا كده كده اصلا ممكن الكلمه بيكون ليها اكتر من معنى ونستخدمها عادي جدا ما فيش اي مشكله. وقال لك من ضمن التحديات اللي كانوا بيحاولوا يعملوها على اللغه العربيه وبيحاولوا ياسسوها حته ان احنا قال لك نخترع لغه جديده. نخترع لغه جديده، نتكلم عربي، هنتكلم عربي وكل حاجه، بس هنتكلم عربي بقى باستخدام لغه الفرانكو. لغه ايه يا مستر؟ الفرانكو. ايه لغه الفرانكو دي؟ هقول لك دلوقتي عليه. وهي عباره عن استخدام حروف لاتينيه بدلا من الحروف العربيه في المحادثات. قال لك زي ايه يعني؟ بص يا سيدي، لغه الفرانكو دي هي عباره عن خليط ما بين الحروف والارقام الانجليزيه. ما بين الحروف والايه؟ والارقام الانجليزيه. بمعنى ايه يا مصر؟ يعني مثلا بدل ما اكتب مثلا بدل ما اكتب ربنا يخليك بالعربي، بدل ما حد مثلا يجي يقول لي الف شكر يا مستر على الدرس، اقول له ربنا يخليك باللغه العربيه، لا هقول له كده ربنا يخليك. ايه اللي انا عملته ده؟ اللي انا عملته ده اسمه عك. يعني عملت ايه يا مستر؟ يعني كتبت ربنا
يخليك. كتبتها بالايه؟ كتبتها باللغه الانجليزيه بس، الكلام اللي انا بقوله عربي بس انا كتبتها باللغه الانجليزيه. ومش لغه انجليزيه بس، ده انا كمان حطيت حرف اللي هو حرف الايه؟ حرف اللي هو اسف، حطيت رقم اللي هو رقم 5. رقم ايه؟ 5. ده اللي كان بيتم في وقت من الاوقات وعصر من العصور، وفي بعض الناس لحد دلوقتي بيستخدمها، وده قرف. ده قرف. ده انت ولا منك بتتكلم عربي ولا بتتكلم انجليزي ولا حتى بتتكلم فيومي. ده ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ كاتب لي انجليزي وكاتب لي حروف وارقام، ده اللي انت ده قرف. ده قرف، ده بعيد عنك. فقال لك يا سيدي دي بتسمى لغه الفرانكو. لغه الفرانكو اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن شويه حروف انجليزي على شويه ارقام انجليزي، نحطهم في الخلاط اصنعوا لنا لغه. طيب هو الكلام ده بيؤدي الى ايه؟ بيؤدي الى اضعاف اللغه العربيه، وبيؤدي الى ان انت حروفك اصلا بتبدا تنساها، بتبدا تنسى ان انت بتكتب عربي ازاي. متخيل تبقى طويل عريض قد الضرفه كده تعمل مني 2 والاقيك انت بتكتب غلط، نهارك ابيض، وفي ثالثه اعدادي ولا في ثانيه اعدادي ولا في اولى ثانوي ولا ايا كان الاقيه بيكتب غلط. ليه؟ علشان هو اتعود على كتابه باللغه الفرانكو. اجي اقول له اقرا يا ابني الايه، ما يعرفش يقرا الايه. اقرا يا ابني شوف ربنا بيقول لك ايه، ولا يعرف. ليه؟ بسبب استخدام لغه الفرانكو اللي هي ايه يا حبيب قلبي؟ هقول لك والله اللي هي لغه الفرانكو دي اللي هي استخدام ارقام وحروف باللغه الانجليزيه بدلا من اللغه العربيه. قال لك يا سيدي وفضلا عن التغلغل القوي. قال لك والله وفضلا عن التغلغل القوى الناعمه ذات المفاهيم الغربيه. ثواني بس اما نظبط ايه؟ نظبط الشاشه كده عندنا. هي يا سيدي المفاهيم ايه؟ قال لك ان في ايدي ناعمه او قوه ناعمه بتتغلغل من اجل ايه بقى يا سيدي؟ قال لك والله من اجل بعض اللي هو الذهاب وان احنا يبعدنا عن عادات مجتمعنا وافكارنا والقيمه في الفنون والادب. ومش بس كده كمان، وفي ظل الانبهار بالعولمه والانفتاح وتحت مظله الرغبه في التجديد. كل ده يا حبيب قلبي بيكون تحت مسمى ايه؟ هيكون والله تحت مسمى ان احنا بنجدد. ايه يا عم في ايه؟ واحنا لازم على طول نكتب بالعربي؟ ما نكتب بالفرانكو. وكل ده هيكون ايه؟ تحت مسمى او متخفي كده بعبايه ايه؟ التجديد. احنا بنجدد. تمام. وبرضه فضلا عن التغلغل، كلمة التغلغل يعني التعمق. كلمة التغلغل يعني ايه؟ لا التعمق، بيتغلغل وسط الحاجة. التغلغل يعني زي ما قلت لك التعمق. طيب يا سيدي بيتعمقوا وبيخشوا في افكارنا وعاداتنا واخلاقنا ومجتمعنا تحت مظلة احنا بنجدد. يا عم في ايه؟ احنا هنلبس مثلا لبس غريب وشكله غريب ونقلد ثقافات غريبة؟ بنجدد. بنكتب بلغه عجيبه وارقام وحروف وكلام كده عك؟ احنا بنجدد. الاقي الواد لابس لي مش عارف شكله عامل ايه ولابس له كوتشي قد كده، وايه يا ابني كوتشي قد كده ودماغك صغيره ومش عارف ايه يا عم اللي انت. بنجدد. اصل انا شفت فلان الفلاني في مش عارف ايه كان لابس الستايل ده. يعني قرف قرف. قال لك يا سيدي تعالى اما نكمل. قال لك وفي المقابل في الناحيه الثانيه بقى هنقعد ايه؟ نقول بقى الايه؟ حاجات ايه؟ حلول كده شويه، وفي حاجات جميله حصلت. وفي المقابل قال لك برزت اسهامات العلماء المتميزين والمثقفين الواعين في العصر الحديث. في بعض الناس في العصر الحديث وفي عصرنا الحالي بدأوا يعملوا اسهامات. يعني ايه اسهامات؟ قال لك يا سيدي اسهامات يعني مشاركات. اهو اسهامات مشاركات. مشاركات بقى ايه؟ قال لك المشاركات دي برزت يعني ظهرت. برزت يعني ايه؟ يعني ظهرت على ايدي العلماء المتميزين والمثقفين الواعين في عصرنا الحديث. حصل ايه بقى يا سيدي؟ قال لك والله استطاعت ان تحقق ثراء معرفيا للغه والهويه، ووضعت بصماتها على مر التاريخ والعصور، فأصبحت محور الحديث في وسائل الإعلام كافة. تاني يا مستر حصل إيه؟ هقول لك والله في بعض المتميزين والمثقفين في عصرنا الحالي استطاعت أن تحقق ثراء معرفيا للغة
والهويه. يعني في بعض العلماء عندنا الحمد لله بداوا يعملوا حته الوعي باللغه العربيه، وان يعرفوك اهميه اللغه العربيه. نسمع مثلا عن مؤتمر اللي هو يقعد يقول لك ايه، مؤتمر اليوم العالمي للغه العربيه، او مؤتمر لغه الضاد بيعملوها سنويا. تمام؟ ده ليه؟ عشان يعرفك اهميه لغتك كوالة، عشان يعرفك انت فايده اللغه اللي لازم تتمسك بيها ازاي. بيعمل لك كتب، مثلا الكتب دي مكتوبه باللغه العربيه الفصحى عشان لسانك يتفك شويه وتقدر تتكلم باللغه العربيه الفصحى. وده اللي عمله بعض العلماء عندنا. طيب يا سيدي، قال لك حيث نرى منجزات الدكتور أحمد زويل في العلم والكيمياء، وبنرى برضه منجزات مجدي يعقوب أشهر علماء العالم في جراحة القلب، وبرضه عندنا روايات نجيب محفوظ التي نالت جائزة نوبل العالمية، وإبداعات أمير الشعراء أحمد شوقي في الشعر. وقال لك كمان وشاعر النيل إبراهيم حافظ، وروائع الموسيقار عمر خيرت، وكثيرهم وكثير والكثير ممن حققوا شهرة عالمية واسعة، واصبح يشار اليهم باللبناني. يعني ايه يا سيدي الكلام ده؟ قال لك والله يا سيدي احنا عندنا نماذج مشرفه جدا زي احمد زويل، وعندنا مجدي يعقوب، وعندنا نجيب محفوظ، وعندنا اللي هو شاعر النيل ابراهيم حافظ، وعندنا احمد شوقي. كل الناس دول يا حبيب قلبي طلعوا للقمه ووصلوا للقمه بسبب اهتمامهم باللغه بتاعتهم. يعني مثلا هديك مثال بقى بسيط. هو دلوقتي احمد شوقي لما جه يكتب الشعر بتاعه، كتب الشعر بتاعه باللغه الايه؟ باللغه الالمانيه؟ لا يا مصر، كتبه باللغه العربيه. طيب لما مثلا يا سيدي عندنا شاعر النيل ابراهيم حافظ لما جه يكتب الشعر بتاعه، هل كتب الشعر بتاعه في لغه غير اللغه العربيه؟ لا يا مصر، كتبه باللغه العربيه. طيب واحمد زويل ومجدي يعقوب، الناس دي يا سيدي بلاش اقول لك ابحاثهم لان انت ما شفتهاش، لما كانوا بيطلعوا يتكلموا في التلفزيون او اي حاجه كانوا اول حاجه بينطقوها او اي حاجه كانوا بيتكلموا بيها كانوا بيتكلموا باللغه العربيه. ليه يا حبيب قلبي؟ لان الناس دي فاهمه وعارفه وواعيه، لان اللغه مصدر اساسي في تشكيل شخصيته. انا شخصيتي وانا هويتي عربيه، لغه عربيه، فانا لازم اتكلم باللغه العربيه. ده يا سيدي اللي كان بيحصل للعلماء اللي وصلوا الى القمه، وكان دايما بيشار اليهم باللبناني. قال لك يا سيدي باللبناني، ده يا سيدي قال لك باللبناني، قال لك اللي هو الاصبع، بيشار اليهم بالايه؟ بالاصبع، ان هم ناس مشهوره جدا وناس معروفه. الحق احمد شوقي، الحق ابراهيم حافظ، الحق الدكتور مجدي يعقوب. ده يا سيدي معناه كده ايه اللبناني؟ يعني باشارات الايه؟ باشارات الاصبع. ونراهم معبرين عن اعتزازهم باللغه العربيه، زي ما قلت لك من شويه ان انت بتلاقيهم يا حبيب قلبي ومعالي الباشا عندهم اعتزاز باللغه العربيه بتاعتهم وانتمائهم للبلد. وقال لك وان الامر يستدعي التحرك للحفاظ على اللغه العربيه، ان احنا لازم كدوله ولازم كافراد ولازم كمجتمع لازم نتحرك ولازم نبدا نعرف اهميه اللغه العربيه. قال لك اللغه العربيه الفصحى سواء ان كان ذلك على المستوى الرسمي عبر سن القوانين، يعني بيجي الكلام ده رسمي عن طريق سن القوانين، أم على المستوى الفردي عبر تعزيز الوعي، والوعي يعني الإدراك. الوعي يعني ايه؟ الادراك. نبدا نخلي الناس عندهم ادراك باهميه اللغه العربيه ودورها في تشكيل الهويه، ان احنا لازم نكون عارفين اهميه اللغه العربيه ودورها في تشكيل الهويه بتاعتنا وتشكيل شخصيتنا احنا، اللي احنا لازم نكون على قد المسؤوليه ونحافظ عليها. نتمسك باللغه بتاعتنا، مش اي حاجه كده، اي ترند او اي حاجه طالعه نمشي وراها ونشيل دماغنا ونتوكل على الله نقول لك يلا هنقلد الناس دي تقليد عمياني ومن غير ما نفهم ومن غير ما ندور في الحاجه دي اذا كانت صح ولا غلط. ده كان موضوعنا النهارده وده كان كلامنا النهارده عن الهويه واللغه والهويه عندنا لاخواتنا تانية اعدادي. اللهم صل على سيدنا محمد. اتمنى
ان الفيديو يكون عجبك باذن الله، وان الدرس يكون فهمته ووصل لك بابسط صوره والمعاني وصلت لك كده وما واجهتش اي صعوبه. باذن الله اشوفك في الفيديوهات الجايه، اشوفك في الفيديوهات القادمه. كان معاك استاذ عبد الله عواد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.